علي علول، أصغر إعلامي بلبنان، بيشتغل مع موقع إلكتروني. بلشت من عمر 8 سنين، هي هواية من أنا وصغير. كنت أحب أحمل كاميرا كتير بشكل مش طبيعي وصور عالم وهيك وناس وهيك. ايه، وتطورت القصة. أيوة، وبلش من شوي شوي، يعني كنت من الصفر وهلأ عم بطلع عم بتدرج. بتقول في فيديو ضرب معك، صورته واخذوه كل المواقع وحتى التلفزيونات، شو هو هالفيديو؟ الفيديو اللي شهرني ضربة مارون الراس لما ضربوا الإسرائيلية. وين كنت انت؟ كنت هونيك تحت أنا وأهلي وضربوا الضربة. وقتها أنا كان أول واحد بغطيه للفيديو، لأنه أول واحد كنت مطرح موجود على الأرض، أول واحد غطيته للفيديو، وانتشر بطريقة مش طبيعية، دغري انتشر على كل المواقع الإعلامية. بس صاروا يقولوا هذا لعلي علول ولا لا؟ هلا لا. هلا انا زعلت شوي، بس اخر شيء انا صحفي، يعني حاعمل شغلات بحياتي حتضرب، بس انه يعني اكيد المهم انه انا عامله لهيدا الفيديو، انا اللي عامل لمسي فيه. صاروا مواقع ياخذوها ما ينسبوها لك انه انت اللي صورتها، هذا شيء زعجك. ايه. كيف بتخبرنا تعرضت لها ووقفت عندها، يعني مثلا عم تقولي شيء بالانتخابات صار؟ ايه، هلا بالانتخابات كان انا معي تصريح انه في فوت صور وين ما بدي، فبطلع بفوت على غرفه بقلبها رئيس قلم، قال لي انت ممنوع تصور. كانت مديرتي معي، انه قالت لي مش بدي اتصور، قال لي انت ممنوع تصور. قلت له ليه؟ قال لي انت كتير صغير بالعمر. قلت له ما هيدا معي. اخر شيء تطور الامور، بدي اقوله من الوزاره وبيمشي الحال. لانك صغير بالعمر. ايه، لاني صغير بالعمر ما مصدق، بده يتاكد انه هيدا الشيء بتتعرض له دائما، انه تعرض لانتقادات كثير، مثل ما بيعرف يصور، بعده صغير، ليش بيصور، صوره مش حلوه. هلا هن هو كل هالانتقادات انه كلهم بالعكس، يعني انا كل ما حدا ينتقدني اكثر كل ما بتشجع اكثر لصير اكثر صور وغيظهم اكثر. في عالم تتعاطى معي بطريقه انه اوكي، في عالم تتعاطى معي بطريقه منيحه ومرتبه، انه اصغر صحفي بلبنان واهلا بمراسلنا وهيك. تنبسط فيها هيك. ايه اكيد. شو غيرت لك بحياتك؟ غيرت لي كتير شغلات، انه العالم صارت تنظر عليه بطريقه منيحه وهيك، انه اصغر صحفي وهم يروح بالشارع اهلا بمراسلنا وهيك. بعد كل هالحكي عليه، شو هي الرساله اللي بدك تقولها وتوصلها؟ مثلا في شغلات عم تطلع على السوشيال ميديا هي كلها غلط، فنحن الصحفيين بدنا نوصل انه هيدي الشغلات اللي عم تطلع غلط بدنا نوصلها صح بطريقه صح، انه العالم توصلهم انه هيدا الشيء صح. هيدي الكاميرا بالنسبه للعالم انه ولا شيء، بس هيدي الكاميرا بالنسبه لي شيء كثير مهم بحياتي، لانه هي اللي وصلتني لهيدا الشيء. لشو؟ مثل اصغر صحفي بلبنان، صور مقابلات وصور مع عالم، هيدي اللي وصلتني. بدك تاخذها مهنه ولا هوايه ولا شو؟ حاخذ الصحافه هوايه. بدك تدرس شيء ثاني، يعني مش حتدرس اعلام؟ ما حدرس اعلام. ليه؟ لانه الصحافه بلبنان ما بتعمل خبز.